بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. احنا هنقول يا مساء الخير يا مساء الهنا، وما نقول يا مساء الخير يبقى ان شاء الله متفائلين خير بحسن ظننا في الله. ان شاء الله احنا في مكان جميل. شيماء عمالة بتعمل في الرنجة. بصوا بقى، احنا شوينا رنجه وفتحنا رنجه، وليلى جايبه لنا جبنه وحاجات حلوه وبطاطس. انا عندي شكوى، انا عندي عتاب والله يا لا جماعه. اله الا الله. ليلى قالت لي يا شيماء الرنجه ب 95 جنيه في مكان. المهم ما رحتش انا المكان ده وما سمعتش كلامها. تعالوا بصوا لي كده وانا بتكلم، بصوا لي. المهم رحت انا المكان ده، مكان تاني بقى غير اللي قالت لي عليه. لقيت الراجل بيقول لي ب 130 و ب 140. ليه يا عم؟ ليه يا عم الطلوع؟ اصل الرنجه التانيه هناك مش. لا، كل محل وله والله بيعمل سعر بمزاج. المهم قلت له وزن يا عم بقى رنج بقى وخلصنا. خلي بالك يا شيماء، عايزه تقول لكم يعني هي جايبه الرنجه بكام. لا مش هقول سعرها والله. المهم يعني ده كانت شكوى بسيطه كده. المهم الرنجه اللي انتوا هتشوفوا الفيديو ده من اوله، من اول ما جينا واحنا بنجهز بقى. واحنا بنجهز الاكل وبنعمل كل الحاجات دي عندي في القناه بتاعتي اللي هي اسمها ايه؟ مخبوزات شيماء وفلاحين مصر. والقناه اللي احنا فيها دلوقتي اسمها ايه؟ يوميات ليلى بنت الريف. احنا دلوقتي في قريه في قريه اسمها دبركي. احنا في عزبه اسمها عزبه العنان عشان الناس تبقى عايزه تعرف احنا فين بالظبط كده. دي من قرى محافظه المنوفيه. لسه طول ما احنا في محافظه المنوفيه هنروح قرى على قد ما تقدروا، وهنعمل فيها كل ما نروح هنعمل فيديو جديد وفكره جديده. يلا بينا ناكل، وليلى هتعمل لكم احلى قهوه على الفحم دلوقتي. وبصوا بقى البصلايه دي بتتكسر ازاي؟ بتتكسر كده اهو. ايوه بقى، ايوه بقى. بتتكسر كده. الله. خدي. خليكم شاهدين ان ليلى ما عملتليش القهوه على الفحم. والله كنت هعمله بس بتاع الجو حر قوي اه دخنت وعملت. والجو حر. انا جايبه الفحم والله. الجماعه هنا ادونا الشعله جنبنا، واحنا بنمشي بكبرتنا وبعدين وكوباياتنا وبقهوتنا. وبعدين يا بنتي بصي، هو كفايه القهوه على المنظر اللي تحفه الروعه. عارفين عارفه الكنكه دي يا ليلى؟ من ايام ما كان عندي القناه بتاع اللي هي مخبوزات شيماء وروايح زمان، لو تفتكروا. الكنكه دي باقيه من القناه دي، ياما صورت بيها فيديوهات والله يا ليلى. شوفي بقى لها كام سنه. بس معايا حاجه ثانيه. لا مع ليلى والله العظيم ربنا يديم المحبه يا رب. والصداقه والاخوه. اقسم بالله، اقسم بالله كلمه من قلبي فعلا. حاجه مش متفقين عليها اهو. وحياه ربنا ان فعلا ليلى ونعمه الصديقه ونعمه الاخت. يعني كفايه عيلتها اللي بقت عيلتي، اللي بقوا وانا هناك يعاملوني احسن من ليلى. خشي نامي شويه، خشي اقعدي شويه. مش بسرعه هاتوا لشيماء، اعملوا لشيماء. واليوم اللي ما تروحش فيه بيسأل والله. طب وهي ما جاتش ليه النهارده؟ لدرجه معاذ الصغير. والله العظيم عايش شيماء. معاذ الصغير شيماء ما جاتش ليه النهارده. فانتوا عاوزين ايه اكتر من كده حب؟ والله العظيم بصوا، الصديقه دي او الصاحبه دي بتبقى ساعات احسن من الاخت. اللي ربنا بيحبه وبيرضى عنه بيحبب فيه حصى الارض، بيجعل له ملائكه في الارض تحبب. احنا اصلا لو قلنا لكم احنا اتقابلنا ازاي بعد 15 سنه، اتقابلنا صدفه والله العظيم. وصدفه يعني صدفه غريبه. هي كانت رايحه تقعد في مكان، فراحت لقت المكان ده ناس قاعده فيه، فراحت قعدت في مكان تاني اللي انا هعدي منه. المكان ده اللي انا هعدي منه. كنت ساعتها عامله الفطير المشلتت وكنت رايحه افطر في الغيط لما عملته معاكم على السطح، وبعد كده رحت عشان ايه؟ افطر في الغيط. المهم لقيت المكان اللي انا بقعد فيه لقيته فيه ناس. قمت سايباه ورحت رايحه قاعده في مكان تاني خالص. لو انا ما كنتش لقيت الناس قاعده في المكان، ليلى لا كانت هتشوفني ولا كنا هنرجع تاني. انا بالصدفه معديه رايحه فرح، لقيتها قاعده. سبحان الله والله العظيم. ومن ساعتها ما سيبناش بعض. ومن ساعتها ربنا كتب لنا ان احنا نتجمع تاني. وان انا بقى بصوا عايزه اقول لكم ابوها والحاجه بجد يعني ايه ده عسل وبيحبوني. انا اصلا ببقى وانا قاعده هناك بحس اني قاعده مع امي وابويا حياه واخواتي بجد. الله يبارك لهم يا رب ويديم المحبه والاخوه والصداقه. تعالوا بقى بصوا فنجان القهوه. بسم الله الرحمن الرحيم.
اتفضلوا معانا. فنجان القهوه ده بقى يا جماعه على البحر كده هيبقى ايه بجد. القعده جميله، وبنتمنى من كل حبايبنا وكل متابعينا الغاليين ينورونا، واللي وصل في الفيديو لحد هنا يعمل لايك واشتراك لو اول مره تشوفوا قناه يوميات ليلى بنت الريف او ليلى ماهر. قناتي انا مخبوزات شيماء وفلاحين مصر. تنورونا بقى في اللايك والاشتراك. انا في قلب المركب. استعبطي والله بصوا طب وحياة ربنا بصوا السلسله اصلا. ما هو يا بنتي بقدك اهو. طب يا ليلى اكيد. طب والله العظيم الحته اللي انا فيها جميله. ما اختلفناش، ما انا كنت مكان. واهو بصي اهو بقدك اهو. بصي اهي شكلي اهي. اهي مش هو كده يا جماعه اللي ابتدي. طب والله العظيم لو المركب سايبه هتيجي. هحللك المركب اهي وجربي، ولو رحتي ورجعتي هنركب معاكي. اهو بصي المركب بتميل اهي. والله لو رحتي وعايزه تجيبيها شمال بتجيبيها كده اهو. وبصي ورد النيل ده بتميل. انت يا بنت اطلعي لا تقعي. ورد النيل اهو. اطلعي يا ليلى ولعي الفحم واعملي لنا القهوه ولا الشاي. ورد النيل. انت يا بنتي كلنا رنجه وكلنا جبنه. يلا بصي لا انا عايزه، انا مستمتعه انا طب والقهوه والشاي. بصوا يا جماعه والله العظيم المنظر جميل تحفه، وريحه البحر نفسها، ريحه البحر جميله. اللي على فكره المكان انا لما ركبت اقسم بالله ما عايزه اخرج، بس عايزه حد يمشي بينا بالمركب. لا وبصوا هنا مزارع سمك اصلا، الحتت المتحوطه دي مزارع ليلى سمك. في واحد جايب معاه واحده ست اهو، هي اللي بتقدف. ماشي نقدف بدلها احنا اهو. لا عايزين نخليهم ينزلونا البحر. على فكره بيشدوا الشبكه من بيطلعوا الشبكه من الترعه من البحر. طب خلاص يلا. شايفين بقى منظر البحر في الغروب عامل ازاي؟ ما شاء الله. كده الناس كلها نزلت تصطاد اهي، بس هي مش باينه. الناس كلها نزلت تصطاد في الطراوه بقى. ما شاء الله المنظر هنا جميل. يلا اللي ما راحش البحر احنا وديناكم البحر اهو. يا شيماء ايه؟ بقول لهم اللي ما راحش البحر احنا وديناكم البحر اللي ما صيفش يا جماعه احنا خليناكم تصيفوا. استنى بقى اما اوريكم شيماء قاعده جنبها شجر الجوافه اهي. شايفين الجوافه اهي طرحه جوافه اهي. ونعناع تحتها كمان اهو، وشيماء قاعده جنب شجره الجواف. منوره يا شيماء. نتمنى الله ربنا يبارك لك، ده منور بوجودك يا ليلى. نتمنى تكونوا بتستمتعوا بالفيديوهات بتاعتنا ان شاء الله بجد والجولات. ومن شيماء على البحر على طول. وركبتها المركب دلوقتي وكانت هتقع. ريحة البحر اصلا ريحته جميلة. شايفين ابو وردان اللي واقف جنبي ده ومش خايف؟ المكان اصلا اللي احنا قاعدين فيه عامل ازاي؟ بصوا يا جماعه احنا قاعدين في البحر. شيماء مش باين. بصوا احنا خدنا جوله في البحر اهي. شيماء بتشاور لكم اهي. شاوريهم بقى. بصوا احنا راكبين المركب اهو. يا شوشو بس وريهم يا هو بيطلع الشبكه. اسمه الحاج موهب. حاج ايه؟ حاج موهب ايه؟ بصوا بيطلع الشبكه من الميه. وهي بالعربيه الفصحى ده هو نفس الكلام ده. هي مهد. انت هتعرفها لي انا الوحيد اللي عارفها. حاج ماشي يا جدعان. بيطلع الشبكه اهو. ان شاء الله ناخد لفه ونطلع نشتري منه السمك اللي وسط. ان شاء الله. بركه. معلش يا جماعه احنا اسفين لان احنا نزلنا وقت الاذان،
فمعلش لو احنا بنتكلم وبنصور وقت الاذان سامحونا في دي يعني. ما تيجي يوم تصوروا ويوم تتكلموا. بس والله جوله جميله. هناك منه واسع وغويط فتلاقي الميه. شوف احنا واخدينكم يا جماعه في وسط البحر اهو، عشان تقولوا ما تقولوش ان احنا مخلينكم نفسكم في حاجه اهو. والراجل الطيب ده دخلنا خدنا جوله في البحر. يا جماعه والله احنا مش عارف مين متشكرين. الجماعة. احنا متشكرين والله. وشيماء قاعده فين؟ شيماء السلام عليكم. انا من الناس اللي عليهم لعنه قاعدين عشان المركب يبقى فيها توازن. انا ونور قاعدين في ناحيه وهي قاعده في ناحيه. بس بتقول لك اذا كان انت قاعده كده قدام. والله ايوه انت كده قاعده في اول المركب يا شاطره. انت كده انا قاعده كده مميزه. انت كده قاعده في الكابينه. انا كده الله اكبر. مميزه. انا بس- كده لا، مميزه انت يا قاعده جماعة. كده قاعده كده في الكرسي اللي قدام. ايوه الله اكبر انا مميزه. قاعده في الكابينه اهو. وبعدين انت بتقولي لي مش هتعرفي تقدفي. لا يا اختي انا اعرف اقدف اهو زي ما بيعمل كده. وماله ده انت مفكراها حاجه سهله. بصوا يا جماعه والله المنظر جميل. اعملي صوره حلوه بقى يا نور كده عشان انزلها ستيج. قومي اقفي يا شيماء. لا اقف لا. على فكره احنا دخلنا جوه في قلب البحر. خلاص كده كفايه. لا، احنا عشانك انت والله احنا عادي. لا ما انت عادي، ما انتوا مضيعين بقى، انتوا فاضيين. ماشي. أنا مش فاضي. لا كفايه. بصي بقول لك النهارده بس الجو ماسك، الجو اه. في نسمه هوا وتتفرجي على المايه دي، لو صورتها كده تطلع في الصوره كأنك في اسكندريه. احنا ان شاء الله هنبقى نيجي بدري شويه مره. وشيماء قاعده برضو ورا اهي. وشيماء خلاص لا ده تعبت كده بقى. شيماء قاعده في الكابينه يا جدعان انا تعبت من نسيت. الكلام وسكتت. شيماء مبسوطه بالمنظر اللي قدامها والله. هي مش عارفه تتكلم. لساني يعجز عن جوله وسط نهر النيل. احلى سمك بقى يطلع من البحر ده. ده اسمه بحر ايه؟